النبي مش وظيفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة إلى يوم أن لقي ربه صلى الله عليه وسلم ما كانش بالنسبة له دي مجرد وظيفة. كل ما ينتهي من ميعاد الشغل خلاص يبقى في حياة تانية مختلفة وبعد كده يرجع لميعاد الشغل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الرسالة خالص وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم لا يزال منشغل بأمته، منشغل بينا حتى الآن لحد اللحظة دي. فبيقول: تعرض أعمالكم علي كل خميس، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم. ويجي يوم القيامة يسجد تحت العرش ويشفع في كل البشر، وبعدين يقف عند الحوض ويسقي كل الناس، وبعدين هو أول من يفتح باب الجنة وآخر من يدخلها، لأنه يفتح باب الجنة يدخل المؤمنين، وبعدين يروح النار يدخل النار صلى الله عليه وسلم عشان يشوف الناس اللي من أمته لسه ما دخلتش الجنة، فياخد الناس من النار ويبتدي يشفع لهم ويدخلهم الجنة. حتى بعد نهاية رسالتك يا رسول الله لسه منشغل بينا رحمة للعالمين في كل شيء، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.